السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة لعمل القراقيش. قد ايه القراقيش دي طريقتها حلوة جدا وهتوفر عليكي وقت ومجهود، لانك هتعمليها في الصاج ودفعة واحدة. هتقطعيها كده سريع سريع وتدخليها الفرن، وبجد حاجة كده جميلة قمر قوي قوي، سهلة وبسيطة، وتطلع معاكي النتيجة فوق الرائعة. فيلا بينا ندخل على الفيديو عشان نعرف الطريقة والمقادير. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كده بولة صغيرة، حط نص كوباية من المية الدافية وعليها معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هبدأ اقلبهم مع بعض كويس قوي قوي لحد ما احس ان الخميرة والسكر بدأوا يدوبوا معايا. بعد كده هغطي عليها واسيبها بقى تخمر دلوقتي على جنب. في بولة تانية كبيرة هحط نص كيلو من الدقيق، ورشة من الملح، ومعلقتين كبار من السمسم المحمص. هقلب كله على بعضه كده. وبعد كده هبدأ انزل معايا بكوباية نصها زيت ونصها سمنة. وطبعا السمنة هنا انا مسيحاها علشان تبقى سهلة عليا لما اجي ابسها كده تبقى سهلة معايا. طب انا ممكن احط كلها سمنة، ممكن تحطي كمان الكوباية كلها زيت برضو ممكن. هنبدأ ان احنا نبسها كويس قوي لحد ما تبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ انزل بقى بالخميرة اللي انا كنت محضراها، ومعايا كمان بقيت نص كوباية المية اللي انا ما حطيتهاش في الاول خالص، مية دافية طبعا. وهبدأ ان انا ايدي بقى بتنزل مية وايد تانية بتعجن، وتشوفي بقى هل الكمية بتاعة المية واحدة واحدة كده بتنزليها علشان تعجني بيها العجينة بتاعتك. اول ما تلاقيها خلاص اكتفت، خلاص نوقف بقى ايه المية. هي اخدت معايا ربع كوباية من المية بس مش كتير. طبعا نوع الدقيق بيختلف من نوع للتاني. هنغطي عليها ونسيبها تخمر. بعد كده بالنسبة للحشوة، انا معايا هنا 300 جرام من العجوة، وعليها معلقة كبيرة من السمسم ومعلقة كبيرة من السمنة. وبدأت ان انا اعجنهم في بعض كده لحد ما طريت معايا خالص وبقت كلها عاملة زي العجينة كده. تمام. ده بالنسبة للحشو. نيجي بقى للعجينة بتاعتنا بعد ما خمرت. بدأت ان انا اخدها كده معايا على الرخامة وقسمتها على نصين قد بعض بالظبط. هاخد النص الاولاني هفرده على كيس بلاستيك في الصاج اللي انا هشتغل فيه. وليه انا بعمل كده؟ علشان انا اخد مقاس الصاج بالظبط، ويبقى قد الصاج اللي انا هشتغل فيه، ودي هتبقى الطبقة اللي فوق مش الطبقة اللي تحت. هاخدها بكيسها بحالها كده، بعد ما فردتها اروح جايه احطها في صينية خارجية. بعد كده بالنسبة للطبقة التانية او الجزء التاني من العجين، فردته في الصينية، بس المرة دي بقى من غير كيس لان دي اللي هتبقى الطبقة اللي تحت. خلاص كده فردتها. هناخد بعد كده الحشوة اللي هي العجوة، وهنبدأ نفردها على كيس بلاستيك على قد ما تقدري. افردي العجوة بتاعتك. انا عايزة الطبقة بتاعتها تكون رفيعة، مش عايزاها تكون سميكة قوي علشان ما تبقاش مسكرة بالزيادة. هناخد بقى الطبقة بتاعة العجوة دي ونبدأ ان احنا نحطها على طبقة العجين اللي احنا لسه فردينها دلوقتي في الصاج. ولو في بقى زيادات ولا حاجة بتبدأي تاخديها وتحطي فيها الأجزاء اللي باين منها العجين كده، وتغطي العجين كله بالعجوة بالطريقة اللي انت شايفاها دي. سهلة الطريقة دي، ما فيهاش حاجة، وهتنجزيها في ثواني كده، ما فيهاش أي حاجة زي ما انتوا شايفين. الموضوع سهل، هتفردي كله وخلاص وتخلصي مرة واحدة. تمام. احنا كده خلاص خلصنا طبقة العجوة وفردناها بالطريقة دي. هنيجي بقى للطبقة الأخيرة اللي احنا أصلا كنا فردينها قبل كده وحطينا في الصينية، هنقلبها بقى على العجوة. وبكده يبقى احنا عملنا الثلاث طبقات بسرعة الصاروخ زي ما انتم شايفين، سريعة جدا، مش تاخد معاكي وقت خالص زي ما انتم شايفين. ابداي بس أهم حاجة سكني الثلاث طبقات مع بعض كده، ولو في هوا ولا حاجة خرجيه ما بين الطبقات علشان ما تبقاش تفصل معايا الطبقات لما تدخل الفرن. خلاص كده ظبطتهم. هبدأ بعد كده احط شوية من السمسم المحمص فوق الوش من غير دهان ولا اي حاجة. والكيس اللي انا كنت مستخدماه قبل كده هبدأ ان انا احطه واضغط بقى بايدي كده، منك ان انتي بتساوي السطح بتاع العجين، ومنها كمان ان انتي بتضغطي على السمسم ده علشان يلزق في العجين ومنزلش معايا تاني. بعد كده مسكت بقى سكينة رفيعة كده وبدأت ان انا اقطع العجينة بتاعتي او القراقيش بتاعتي لصوابع تكون رفيعة قوي زي ما انتوا شايفين كده. يعني هي ايه؟ يعني السمك بتاعها تقريبا اشد من الصبع ايدي بشوية، يعني حاجة بسيطة قوي السمك بتاعها. وبدأت اقطعها بالطريقة دي. وطبعا عايزة اقولك ان انتي لو حابة تعملي القراقيش دي سادة من غير عجوة فمتاح عادي جدا.
هنبدأ ان احنا نغطي عليها ونسيبها لمدة حوالي ربع ساعة تخمر، وبعد كده ندخلها على فرن سخن على درجة حرارة 200. اول ما تحمر من تحت اروح جاية مشغله لها الشواية تاخد لون ذهبي خفيف من فوق. وده كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. سبتها تهدى شوية وبدأت ان انا ابدأ يعني اعيد تاني على التقطيعات اللي انا قطعتها دي. اطلع منها دلوقتي اهو جزء عشان تشوفوه قد ايه سهلة وبسيطة وانجزتها في ثواني، ولا تقطيع بقى ولا تقعدي بقى تعملي تحشي كل حبة او كل حتة بالعجوة. لا، ان كده بتنجزي بسرعة جدا، وقد ايه ناعمة وطرية في نفس الوقت وجميلة جدا جدا. فعلا تستاهل التجربة.